موضوع مريت بهاي التجربة، بس حقيقة أنا كنت بدي ما أقرأها، أخاف أجرح بيها يعني مشاعر ألم أو راح تسولف لنا القصة هسه؟ القصة ابنية رقية والدها استشهد. فعندي علاقة بها، أسأل دائما عنها من بعيد عن بعيد. فقالوا رقية باكر اليوم المدير والمعلمة دخلت لهم قالت لهم باكر اجتماع مع الآباء وكل اثنين جيب والدها وياها ولا أمرها. فظلت تبكي يعني هي باكر أنا ما داوم، خاف المعلمة تطردنا أو فد شيء. فتقول حسيتها لسان حالها تقول باكر راح أغيبا خافا، تقول بكوا بنتك وما كتبوها. ايش يصير بحالي باكر مجلس آباء وتجي كل وحدة كفها بكف ابوها. الله الله. باكر راح اغيبا خافا، تقول بكوا بنتك وما كتبوها. ايش يصير بحالي باكر مجلس آباء وتجي كل وحدة كفها بكف ابوها. واتحمل قلت ما اغيب والله المعلم اخذ اخواني يفهموها، بس وشوق لك ما ترضى وتقول ابد ما اريد وحده تجيب اخوها. الله. الا تجيب ابوها تنجح تريد. ايش يجيبك وانت جوا القاع مضموم؟ وش اقول لها شهيد انطيته للقاع مسافر والهوى بخلافه مسموم. الله الله. وش اقول لها شهيد انطيته للقاع مسافر والهوى بخلافه مسموم. ايش حلاتك لو عدل وتروح وياي. الله. وتقلها ايش ما اخذ مطيتهم اليوم. الله. يومية مثل صاحبتي ما اريد، على صوتك كون افزا واترك النوم. انا اشتاقية ابويا البس الوان الاسود مو حلو تحسبه على الهدوم. الله الله. انا اشتاقية ابويا البس الوان الاسود مو حلو تحسبه على الهدوم. وحق وجهك هذاك الغطى التراب، وحق وجناتك تتفصل نجوم. من نصيح باسمك وصل الموت قبل اسمك تحط كلمة المرحوم. خفيفة جنطة كانت كتب واقلام، هسه ثقل صورك بها وهموم. الله. سلامتك. الله الله يعزك. الله عليك. واقعنا مليء بهذا القصص. واقعنا مليء، ونوبات الشاعر قلت لك يحتاج يتنازل عن هاي العنفوان العدة الرمزية. لا بالعكس، انا بعتبره بصراحة رقي. لازم يعني هذا رقي. لا تحسب يعني هي نوبات يحسبونها على